هل تريد عودة الجزائر إلى منصات التتويج؟ الأمر ليس شعاراً بل 3 قرارات شجاعة تنفذ بلا تردد. القرار الأول: بناء الوسط حول إسماعيل بن ناصر بوصفه روح الإيقاع. لاعب 6-8 هجين يبدأ الهجمة من تحت الضغط ويقود الوتيرة. إلى جواره لاعب افتكاك ذكي يغلق نصف المساحة اليمنى ويقطع خطوط التمرير، وأمامهما صانع لعب يتحرك بين الخطوط، ليس بالضرورة رقم 10 كلاسيكياً، بل لاعب يملك اللمسة الأولى والتمريرة العمودية القاتلة. هكذا يصبح الخروج بالكرة نظيفاً ونقلها إلى الأجنحة سريعاً. القرار الثاني: إعادة تعريف الهجوم وفق أدواتنا الحالية. محمد أمورة مهاجم ضغط وصاروخ أول 5 أمتار، يحتاج بجانبه شريك 9-5، مثل مهاجم يجيد الاستلام واللفة والتمرير القصير في العمق، ومعهما جناح بخبرة وقرار حاسم. نعم، رياض محرز بنسخته الحالية أقرب لصانع لعب يدخل للعمق ويبطئ الإيقاع نصف ثانية ليجمد المدافعين، ثم يمرر أو يسدد بذكاء. هذا الثلاثي يبنى لخطة 4-3-3 تتحول إلى 4-2-3 حسب خصمك. إن ضغطت عالياً ارفع الجناحين داخل الصندوق مع ظهيرين نشيطين، وإن واجهت كتلة منخفضة ادخل بالجناحين إلى العمق واترك العرض للظهيرين لخلق عرضية نصف مساحة. القرار الثالث: صلابة دفاعية بسرعة. رد فعل: قلبا دفاع يجيدان الدفاع للإمام، ظهيرا أيسر ذو جودة بالكرة مثل آيتي نوري يمنحك حلا داخل خارج، وظهير أيمن متزن لا يترك ظهره مكشوفا. أمامهم حارس يلعب دور ليبرو صغير يخرج بثقة خلف الخط عند الكرات الطويلة. أما الأخطاء القاتلة التي يجب تجنبها: التباعد بين الخطوط حين نخسر الكرة. الحل: 10 أمتار أقل بين الوسط والدفاع. الاعتماد على العرضيات العشوائية بدلاً من التمريرة المسطحة نحو نقطة الجزاء، وغياب سيناريوهات الضغط. الجزائر يجب أن تضغط وفق محفزات واضحة: تمريرة خلفية بطيئة، استلام المدافع بظهر مفتوح، أو كرة عالية للحارس. عندها ينطلق أمورا للضغط ويغلق صانع اللعب زاوية الارتداد، ويتقدم أحد المحاور للالتحام الأول. القوة الذهنية تعني أن الدقيقة 15 تساوي الدقيقة 85، نفس الشراسة ونفس التركيز في الكرات الثانية. إن نفذنا هذه الخطة سترى منتخبا متوازنا، يفتك بسرعة، يبني بذكاء، وينهي ببرود. اخبرني، هل تفضل 4-3-3 ب8 متقدم أم 4-2-3-1 بصانع لاعب حر؟ ومن هو الثنائي المثالي بجوار بن ناصر برأيك؟